السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم أينما كنتم من وصال في برنامجكم الأسبوعي أمتي. بين فكي الحروب الطاحنة التي تفتك بهم كل يوم، وبين الجفاف والمجاعة والعجز الاقتصادي الهائل الذين يعانون منه، فإن الشعب الصومالي اليوم وأمس وغدا على حافة كارثة إنسانية حقيقية. وفي الوقت الذي تصرف الملايين لتمويل المسلسلات الرمضانية، وفي الوقت الذي تعيش دول الخليج خاصة وبقية دول العالم الإسلامي عامة طفرة اقتصادية هائلة على مستوى رجال الأعمال والحكومات، وفي الوقت الذي تختار فيه أنواع أطباق الطعام على مائدة الإفطار، فإن الأم الصومالية المسلمة تختار للابن طعاما حتى يبقى ويذهب الابن الآخر. ونسينا قول المولى عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ونسينا قول المولى عز وجل: وإن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن دغريب المرزوقي، ضيف البرنامج الدائم. حياك الله يا شيخ عبد الله. يا مرحبا، حياك الله وحيا الله المشاهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البرنامج وأن ينفع به. دكتور، جرح الأمة في الصومال له 20 عاما ينزف، وأنت تعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل وسلم. في الحقيقة القضية الصومالية هي قضية يعني لها أكثر من 20 سنة، وهي أيضا حصلت بسبب انسداد سياسي حصل في آخر رئيس للصومال، حينما وجد أنه لا يستطيع أن يعمل بما حصل عليه من انتخابات في ذلك الوقت أو عمل سياسي، حراك سياسي. أيوة. أحدث الفتنة بين القبائل الصومالية، فأصبح الأخ يقتل أخيه، وأصبح القتال إلى يومنا هذا، وتدخلت الحكومات والأمم ولم يحصل هذا. ومن هنا أوجه رسالة لإخوتنا في مصر أيضا، لأن مثل هذا الموقف حصل أكثر من 20 سنة في الصومال، ودخلت الأشياء النفعية والخاصة سواء للرئيس السابق في الصومال وأيضا المستفيدين في القضية السياسية في الصومال، وما زلنا نحن نعاني والأمة تعاني، وكم من الآلاف قتلوا وتألموا، والبلد أصبح يعني الآن لا تأتي الصومال تذكر الصومال حينما أسس الملك فيصل رحمة الله عليه منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان الدور في إحراق المسجد الأقصى ودور المؤتمر، كانت الصومال حاضرة، كانت الصومال حاضرة سياسيا ولها قوة كدولة ليس عندها مشكلة، كدولة قوية ودولة من الدول الإسلامية. أعتقد أنه عقد فيها مؤتمر من مؤتمرات الأمة الإسلامية. واليوم نشاهد أكثر من 20 سنة وهم في قتال، ولم يأتوا بسبب هذا الانسداد الذي حصل، ولم يكن هناك عقلاء ينتبهوا لمثل هذه القضايا. ونحن نوجه رسالة لإخوتنا في مصر ونقول: اتقوا الله في هذه الأرض، أرض مصر، أرض الإسلام، أرض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي أوصل الرسول صلى الله عليه وسلم بها خيرا، أن ينتبهوا وأن يحكموا العقل، وأن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فسيجدوا فيها الحل إن شاء الله، وأن يتنازل كل منهما. أن تقصد بمجاعة الصومال بدأت بقرار سياسي ربما يحدث في مصر؟ نعم، بدأت بانسداد سياسي ولد هذه الأزمة التي نحن فيها إلى الآن. لم يجدوا مخرجا سياسيا ليحكموا هذه البلاد، وما زال القتال والذي يحكم هو السلاح. فنحن نقول أن يتقوا الله في مصر، وأن لا تكون صومالا أخرى. أحسنت شيخ. أما الصومال فالحقيقة أن الصومال، واقع الصومال مؤلم جدا. يعني تذكرون يمكن عام في رمضان، نحن الآن رمضان 34، رمضان 32 أطلق خادم الحرمين الشريفين حملة وطنية للمجاعة قبل سنتين، وهو يتمر بمجاعات أفريقيا بشكل عام والصومال بشكل خاص. الآن بين يدي التقارير التي وصلت المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية وائتلاف الجمعيات الإنسانية غير الحكومية تقرير عن مليون مسلم في الصومال مهددون بالمجاعة. مليون مسلم. أنتم علقتوا الجرس في هذه النقطة في هذه الفترة. نعم. الآن في مليون مسلم مهدد، أوضاعهم تعود كما كانت في عام 32. لا حول ولا قوة. وما زال هناك قصور، وما زال هناك حاجة. ولذلك أطلقت المؤسسة أنها في رمضان إن شاء الله بتوجيه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي تقديم مليون وجبة لمليون مسلم في الصومال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويوفق على إتمام هذه البرنامج في الصومال. الصومال في الحقيقة بحاجة إلى وقفة إخواننا المسلمين وقضايا الأمة، كما ذكرنا في الحلقة الماضية حلقة عن القضية السورية، وقضايا الأمة كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في الدول الإسلامية أن يلتفتوا إلى مثل هذه القضايا، وأن تحل هذه القضايا. ومن حل مثل هذه القضايا الإنسانية أن تدعم الجمعيات الإنسانية غير الحكومية في العالم الإسلامي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمتأمل الآن يجد أنه في العالم الغربي تجد أكثر من 1,500,000 منظمة
في أمريكا، في بريطانيا 185 ألف. وتشاهدون الآن الصور عن أوضاع إخواننا، أوضاع مأساوية. يعني لا يرضى الإنسان أن يرى ابنه بهذا المنظر أو والده أو أخته. فتخيل أن هذا الذي تراه هو أبيك أو ابنك وهو يمر بهذه الحالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوم. فكيف ترى إخوتك بهذا البؤس وهذا الحال؟ وقد قرأنا في بعض الكتب أنهم في الصومال كانوا يجمعون الصدقة ويستفتون علماءهم بصرفها إلى فقراء أهل نجد في يوم من الأيام. كانت نجد تمر بظروف صعبة مثل ما تمر بها الصومال الآن. فنحن نوصي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نوصي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعودة أولا لكتاب الله ثم لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، يدعوا لإخوانهم. أقل عمل يقوم به المسلم الآن الدعاء لإخواننا في أمة محمد، أخواننا المسلمين أمة محمد في كل مكان. الأمة تتألم لما تراه من إخواننا في الصومال، وما تراه في سوريا، وما تراه في بورما، ما تراه في تركستان، ما تراه في الشيشان، ما تراه في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي. فنحن نهيب بالمسلمين أن يقفوا مع إخوانهم، أن يتذكروا وأن المسلم يجب أن يقوم بالواجب الشرعي الذي عليه، وأن هناك يحتاج لنا. نحن تشاهد الناس الآن في الحرم حينما تجده وهو يطوف ببيت الله سبحانه وتعالى لا يتحمل أخوه بجواره وهو أخوه في العقيدة والدين، تجد كأنه لا يعرفه. حتى في الصلاة التي يقف، وهؤلاء النخبة الذين حضروا إلى بيت الله سبحانه وتعالى وحضروا إلى الحرم تجدهم يقتتلون ويتدافعون عند الكعبة، ولا يشعر ولا يستشعر أن هذا الذي بجواره هو أخ، وهو يعني أخو له في الإسلام، وينبغي أن يتنازل له، وينبغي أن يحافظ على أمره. فكيف ويتحمل وضعه ويتحمل. وكذلك يعني الإنسان في الصلوات الآن في رمضان تجد الناس يقبلون على الصلوات في التراويح والقيام، لكن ما يستشعر أن الذي بجواره هو أخ له ولا يسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني كأننا بعضنا لا يعرف بعض. ولذلك ترك كثير من السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمة تتفرق وتبتعد عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت شيخ أعد أن تقول الصومال مقبل على ما جاء مليون مسلم حياتهم مهددة في الصومال بناء على دراسات قدمت لكم. نحن الآن في هذه الحلقة وأنت أطلقت قبل قليل جرس إنذار لأمر خطير قادم. نعم، هناك مليون مسلم حسب التقارير، هناك مليون يتعرضون وحياتهم مهددة للخطر في الصومال، تحتاج إلى تضافر الجهود من المنظمات الدولية، من الجهات العامة في المجال الإنساني للوقوف مع إخواننا في الصومال. جميل. طيب يا شيخ، احنا الآن ومن عنوان هذا البرنامج نتحدث عن دور الأمة على مستوى الحكومات، على مستوى الشعوب. دعنا نبدأ على مستوى الحكومات يا شيخ. دور الأمة في مثل هذه القضايا ماذا يجب في هذه المرحلة؟ الحقيقة أول أمر أن ينبغي على الحكومات الإسلامية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي التي تضم الحكومات الإسلامية تشجع العمل الذي تسمى بهذه المنظمة، منظمة التعاون الإسلامي. يعني كيف يكون هي تعنى بمثل هذا؟ مثل هذا. كم عدد الجمعيات الإنسانية التي تهتم بالشأن العام للأمة؟ يعني نحن عندنا قصور لكل دولة. لو حسبنا مثلا لكل دولة كم يوجد بها منظمة من المنظمات الإنسانية تجد هناك قصور. يعني إسرائيل التي بجوارنا وهي لديها في حجمها وعددها يوجد لديها 47 ألف جمعية إنسانية يا شيخ. 47 ألف، فيه منها ما هو معني في داخل إسرائيل. كم عندنا منظمة الآن مثلا على سبيل المثال في المملكة أو في مصر أو في أي دولة من الدول الإسلامية؟ فهناك خلل، والسبب أن هناك تشريعات تحد وتقلل وتحاصر العمل الإنساني. يعني ينبغي العمل المجتمعي، العمل الإنساني الذي يخدم يساعد الدولة، يساعد الحكومات في تحقيق أهدافها. عندك في أمريكا على سبيل المثال مليون 500 ألف منظمة. في بريطانيا تقريبا 185 ألف منظمة نشطة. في فرنسا أكثر من هذا، يعني تقريبا قرابة 200 ألف. كم أعطني إحصائية الآن للدول الإسلامية اللي عندنا موجود؟ يعني أنا ما أذكر. المملكة يمكن 600 700 ما أظن تجاوزنا هذا يعني بس اللي أذكر أنا 8% معطلة. وإذا أتيت المنظمات التي تعمل في الأمة الإسلامية الآن أو محاصرة ولو أنت أو مكبلة، هناك إشكالية. يعني تجد الآن أن الحكومات الغربية تقدم التسهيلات والمساعدة والإعانة أكثر من الحكومات الإسلامية، مع أن القضايا كثير من القضايا هي موجودة في الأراضي الإسلامية في الأراضي الإسلامية. وتجد أن المنظمات الغير إسلامية التي تنطلق من العالم الغربي
تعمل بحرية وتسهيلات أحيانا من الحكومات الإسلامية. أما المنظمات التي تنطلق من نفس البلدان وتحمل نفس الثقافة ونفس الفكر وتتقيد بالتعليمات، تجد عليها حصار وتضييق. لا، وكلنا نعلم يا شيخ أن بعض المؤسسات الخيرية والتي لها نشاط خيري تذهب وتأخذ تصريح من بريطانيا مثلا أو لندن حتى يكون لها تسهيل أكثر من العربي. صحيح، أنا أعرف بعض المنظمات الآن حينما تكون تصريحها من لندن على سبيل المثال، أيوة من لندن على سبيل المثال، وتأتي في أفريقيا، أغلقت كثير من المنظمات الإسلامية إلا التي أخذت تصريحها من لندن من بريطانيا، يعني احتراما لهذه الدولة، لأن هذه الدولة تحترم القانون وتحترم الأنظمة، والدول الأخرى يعني ما في حماية لحقوق المنظمات. يعني ما في، أنا أدعو إلى أن يكون هناك في منظمة ما في تناغم حكومي شعبي أهلي. ينبغي أن تشجع القدرات المنظمات الإنسانية في العالم الإسلامي والدول الإسلامية، ينبغي أن تشجع وتحمى الحماية لهذه المنظمات، وأيضا الحماية لحقوق العاملين فيها، حتى نجعلها بيئة جاذبة. الآن على سبيل المثال من يعمل في المنظمات الإنسانية أحيانا المجتمع يخيفه أو الأهل، لأنك ستتهم بالإرهاب ظلما، يعني في محاربة سواء لأهداف سياسية لبعض الدول الإسلامية أو الدول الغربية. ليس هناك إنصاف، ليس هناك يعني عدل، فينبغي أن نرجح الجانب قسمة ضيزة. نعم، الكيل بالمكيالين كما يقولون. طيب تسمح لي يا شيخ نقف عند تقرير للمؤسسة في الصومال، بعد ذلك سيعلق الشيخ على هذه الجهود المباركة. المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية. الصومال هذا البلد المسلم المنكوب الذي له العظيمة وما يليه المسلمون في هذه المنطقة، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يفرج عنهم وأن يخفف ما هم فيه. حقيقة أن وضع الإخوة في الصومال لا يخفى على مسلم، قد توالت عليهم النكبات، وآخرها كان في شهر رمضان لعام 1432 حينما أطلق خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه بحملة تقوم بالوقوف معه، وهي ليست الحملة الأولى للصومال. وتعلمون أن شعب الصومال المسلم يتجاوز 10 مليون، يمر بمجاعات، ونحن في هذا الشهر، شهر رمضان في عام 1434 أيضا هناك من التقارير توضح أن هناك مليون مسلم يحتاجون لما يمرون به من ظروف إنسانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الخيرين بالوقوف معهم، وأن يوفق حكومة المملكة العربية السعودية والحكومات الإسلامية للوقوف مع هذا الشعب المسلم المنكوب. أهلا بكم من جديد، حياكم الله على طاعته. نحن نتحدث عن أو نعلق الجرس في هذه الحلقة عن مجاعة قادمة في الصومال بناء على دراسات، ومنها ما أوفدته المؤسسة في هذا التقرير للصومال. سيتحدث الشيخ وسيعلق، وضيفي في هذه الحلقة وضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن دغيليب المرزوقي. أنتم أوفدتم وفد من المؤسسة للصومال يا شيخ. نعم. هذا هو جزء من التقرير. نعم، أوفدنا نحن ومتواصلين مع كثير من المنظمات والجهات والمتعاونين مع المؤسسة. هناك انذار بأن مليون مسلم بحاجة، بل حياتهم معرضة للخطر، يحتاج إلى تكثيف الجهود. و أولا نحن نوجه رسالة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، باعتبار أن الصومال هو عضو في منظمة التعاون الإسلامي وهو عضو في جامعة الدول العربية، أن من الناحية السياسية يعني يجتهدوا في حل هذه القضية لهذا البلد المنكوب الذي يتضرر أهله يعني أكثر مما يعني تضرر أي بلد آخر. وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الجانب الإنساني، أنه تقدم التسهيلات للمنظمات الإنسانية الإسلامية في العالم الإسلامي، وتجتمع سواء مع منظمة التعاون الإسلامي من خلال محور مؤتمر لعمل إنساني يتم عمل على الأرض سريع. يعني نحن سمعنا من عام 32 أطلقت حملة منظمة التعاون الإسلامي، لكن يعني حملة ومؤتمرات لم تكن بالشكل المطلوب، يعني لها جهد يذكر فيشكر، لكن تحتاج إلى مواكبة الحدث والاجتهاد في ذلك. وكذلك أيضا حملة خادم الحرمين الشريفين ما زالت تعمل وتشكر أيضا على الجهد الموجود، لكن نحن نريد هذا العمل حجمه كبير،
يحتاج أن تجتمع المنظمات الإنسانية في الأمة. هذا برنامج أمتي، أن نحن لا نقلل من شأن أحد. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فنتعاون ونجمع كل المنظمات الإنسانية التي تهتم، حتى المنظمات الصديقة من العالم الغربي التي تريد أن تقدم عمل إنساني، أن تتعاون، تكون هناك استراتيجية لحل المشكلة الإنسانية، وأيضا السعي في حل المشكلة السياسية لأن تنتهي الأمر. لأن نحن إلى متى نستمر ونحن نعالج آثار حروب داخلية، إشكالات سياسية؟ فلا بد أن ينظر المشكلة من أصلها ويسعى فيها حتى تنتهي المشكلة ويستقر الناس في الصومال ويأمنون على أموالهم ويعيشون حياتهم الطبيعية. طيب شيخ، أنا بسألك عن بعد احترافي وإداري للعمل الخيري الإنساني ككل، وأنت رجل يعني خير من ممكن يسأل في هذه النقطة، لا سيما وإحنا شاهدنا استباقية منكم أو دراسة استباقية لما هو متوقع، لذلك يجب أن يكون العمل جاهز. أنتم الآن درستوا المستقبل للقضية الصومالية، هذا جدا رائع، لأن إذا أتت المشكلة وتفاقمت تكون الجهود مبعثرة ولا تأتي بالنجعية المطلوبة. أهمية دراسة مثل هذه الأمور وأنتم بدأتم فيها حتى تكون العمل القادم يكون مثمر في الساحة. الحقيقة من المنهجيات التي تسير عليها المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية والجهات المتحالفة مع المؤسسة من خلال الائتلاف الجمعيات الإنسانية غير الحكومية، من الأبجديات نحن قبل أن نعمل أي عمل نخرج خارطة احتياجات. يا سلام. وهذه الخارطة، خارطة الاحتياجات للبلد، تقوم بناء على مسح المستفيدين الميدان، وبالتالي نخرج. ولذلك يمكن رأيت في الحلقة الماضية في سوريا بنيت أعمال المؤسسة بناء على خارطة احتياجات. يا سلام. وضحت لنا ما هي الاحتياجات المهمة، وأيضا ما هي الجهات التي تعمل، حتى لا دراسة ميدانية حتى لا نكرر النشاط. كذلك نحن الآن في صدد عقد لقاء مع جميع الجهات اللي تعمل، سواء في الجانب الصحي أو الجانب التعليمي أو الجانب الإغاثي أو جميع الجوانب، لوضع استراتيجية بالنسبة لإخواننا الصومال يعني في بالناحية. لكن نحن أيضا نطلب من الجانب السياسي أن يتدخل لحل كثير من الإشكال، وهو في الحقيقة في خطوات لكن لا زالت، لكن لن يأتي الحل من العالم الغربي. إذا لم يأتي الحل يتدخل علماء الأمة يكون لهم دور. يعني احنا جربنا في 20 سنة كل تدخل كله من السياسيين. لو دخلوا علماء الأمة ووفد أكثر من وفد للعلماء وذهبوا وذكروا هؤلاء القادة الموجودين، قادة الحروب أو الموجودين، يعني بأنهم يجتمعون على أمر معين. لكن أحيانا الذي يتدخل في أمر الأمة أنه يكون في مصالح خاصة للعالم الغربي، وهو الذي يحدث المشكلة لدى العالم الإسلامي ولدى الأمة. وفي خلال أن الساسة لدى الأمة الإسلامية حين يتأخرون أو يتركون غيرهم يتدخل أو يسبقهم بسبب التأخير، ويأتي من يتدخل لأموره وإذا تركت المساحة امتلأ الفراغ. نعم الفراغ المهم لن يكون هناك فراغ. أنا ليش سألتك يا شيخ عن مثل هذا؟ لأن احنا تعودنا الأمة عاطفية لا تتحرك إلا عندما تأتي الكارثة ويتحركون الناس، لذلك أنتم الله يجزاكم خير جنحتوا لمثل هذا. ونحن نقول لا نريد أن إذا وقع الفأس في الرأس تحركنا. هذا اللي كنت أسألك من شأنه. لا الأمر الآخر أنا أذكر أن قضية عاطفية. هو فعلا نحن الآن أي قضية، الآن مثلا جاءت مجاعة، الآن قمنا بحملة، أيوه، ثم انتهى الموضوع وانتهى الأمر وقتيا وانتهى. لا بد أن يكون عندنا الآن، يعني نحن على سبيل المثال في المؤسسة العالمية، أنا أضرب مثال المؤسسة التي أديرها، نجد نقص في المتطوعين في جانب العمل في جانب معين. أنت تعرف أن المؤسسات ما عندها ميزانيات تقوم بضخمة للتوظيف والتعيين، لكن تبني على الإعانات التي تقدم إليها أو متطوعين الذين يتطوعون بالعمل في خدمة هذا العمل. فبالتالي تجد ثقافة التطوع ضعيفة لدى المجتمعات الإسلامية. ينبغي أن ننمي. حتى إذا وجدت المتطوع تجد أن المتطوع لا يوجد لديه ثقافة إدارية ولا ثقافة في مجال العمل، تتعب حتى تدربه. ولذلك من هنا نحن في فضل الله سبحانه وتعالى رابطة العالم الإسلامي الآن فضل الله ستطلق خطة استراتيجية لعملها في العالم الإسلامي، وسيكون من ضمن المبادرات التي في هذه الخطة يكون هناك معهد لدى رابطة العالم الإسلامي تدريب المتطوعين، تدريب المتطوعين للعمل في القضايا الإنسانية. روعة، حتى إذا أتت المشكلة ما يكون عندنا لخبطة. نعم. طيب يا شيخ، تسمح لي كذلك نذهب إلى تقرير آخر للمؤسسة. طب. تقرير آخر للمؤسسة وجهود المؤسسة وجهود العمل الإنساني في الصومال. بعد ذلك سنكمل هذه الحلقة. المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية. والحقيقة أن المؤسسة في آخر كارثة وآخر حملة التي أقيمت في شهر رمضان عام 32 أوفدت وفد برئاسة مدير شؤون التعاون الخيري وعضوية بعض الإخوة كما ستشاهدون في التقرير. ومساعدات عاجلة تجاوزت في ذلك الوقت عند زيارة الوفد 200,000 دولار
وحفر آبار، كما تم الاتفاق مع منظمة التعاون بحفر عدد من الآبار حسب البرنامج المعلن من قبلهم، وتم التعاون مع منظمة التعاون في هذا الشأن. كما رصدت المؤسسة مبلغ $1 مليون للمساهمة في العون الإنساني للإخوة في الصومال بحفر عدد من الآبار وتوزيع المواد الغذائية. نتوقع إن شاء الله التي نراها الآن والتعاون مع الحملة الوطنية السعودية لإغاثة إخواننا في الصومال. أهلا بكم في برنامج أمتي مع الدكتور عبد الله المرزوقي. هذا جزء من المسح الميداني اللي تحدثنا عنه يا شيخ. نعم، المؤسسة الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ستقوى، يعني لدينا في هذه الأيام المقبلة عقد ورشة عمل كل العاملين في الصومال فيما يخص العمل الإنساني بشكل عام. وإن كان الآن أيضا نحن نشكر إخواننا في أطباء عبر القارات، هم الآن أمس واليوم يعقدون ورشة عمل أو ملتقى يخص الجانب الصحي. ممتاز. وستخرج من هذا الملتقى الذي يشارك فيه جميع الإخوة والمتطوعين والجهات العاملة مع هذه الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات. كذلك سيكون لدى المؤسسة أيضا ورشة عمل في هذا الأمر، وسيتم العمل بشراكة مع الجميع إن شاء الله. وستكون هناك استراتيجية لإن شاء الله القضاء على يعني التخفيف على إخواننا في الصومال. ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء لأهل مكة وكانوا كادوا يقتتلون من أجل أن يضعون الحجر، من يضع الحجر من القبائل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم باستراتيجية بوضع ردائه فشاركت كل الأطراف. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجر وانتهت المشكلة. فنحن سندعو جميع الأطراف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشاركت سندعو جميع الأطراف ونلتقي معهم ونوزع الأدوار ونعمل ونتعاون لتحقيق التعاون والتكامل في العطاء لإخواننا في الصومال إن شاء الله. ليست القضية نحن قدمنا بل الأمة قدمت. نعم، نحن بالمناسبة نحن ندعو جميع المنظمات وجميع الذين يعملون في مجال التطوع أن يعني ترك الأنانية والذات. يعني الإنسان يعمل يريد أصلا في العمل الخيري في الإسلام هو عمل تطوعي، هو عمل فعل خير ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان خفي كلما كان أفضل. وأحيانا بعض الأعمال تؤخذ من جهات أخرى ويغضب بعض الإخوة يقول هذا العمل نحن قدمناه وأعرضه جهة أخرى، هذا أخلص في النية. لكن حينما نحن نتعاون كمنظمات ونتعاون على البر والتقوى ونوزع المنطقة أو نوزع النشاط سنحقق أهداف بدل أن يعمل كل جمعية تعمل لوحدها لن تستطيع أن تغطي شيء. الأولوية في البروز أو التقديم للعمل وليس للعامل. أحسنت. طيب شيخي، أنا بتحدث وأنت أشرت لي في بداية حديثك دور المنظمات الغير حكومية، هل تجدها لها نفس الاستراتيجية؟ يعني بينكم تنسيق وتعاون ولا المؤسسة لوحدها أو مؤسستين أو ثلاثة هي اللي تعمل في الصومال؟ يعني الحقيقة نحن خلنا يعني العالم الغربي سبق يعني في العصر الحديث. أيوة. الأمة الإسلامية ليست يعني خلفيتها في العمل الإنساني هي وليدة هذا العصر. الأمة الإسلامية ثقافتها ومعلوماتها التراكمية في العمل الإسلامي الإنساني التطوعي الخيري هي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمل تراكمي ابتداء من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ابتداء إنجاز لنا التعبير مؤسسة أبو بكر الخيرية، مؤسسة عبد الرحمن بن عوف، مؤسسة عثمان بن عفان الخيرية. إنجاز للتعبير يعني أقول لأنه كانوا يمارسون أعمال خيرية. وأوقاف الصحابة ما من أحد من الصحابة إلا له وقف، وكانت الأوقاف في الأمة الإسلامية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي تمارس العمل الخيري إلى أن تفككت هذه الأمة وسقطت الخلافة الإسلامية. وما زالت الأوقاف موقف عثمان في جبل عمر. نعم، وهذه الأوقاف موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. حينما سقطت هذه الأمة وتوزعت وجاء الأعداء هم هاجموا العمل الإنساني لدى الأمة. صحت الأمة بعد اتفاقية سايس بيكو وبعد أن قسمت الأمة وكانوا يعني في وضع يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعيده. يعني مثل تلك الأحداث التي حدثت لأمتنا حينما يعني اجتمع سايس وبيكو وقرروا أن على مثل هذه الطاولة وقسموا العالم الإسلامي بما فيه. الأمة الآن تصحو وتعود. حتى التقسيم ما كان جغرافي، كان أبعد من جغرافي. إنسان. نعم. وما زالوا هم يتدخلون في شؤون أمتي. صح. أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نقول لكل أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنكم ستلتقون بمحمد صلى الله عليه وسلم على الحوض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأناس يأتون، وحينما يأتي على الحوض سيأتي الملك وسيأتي الوزير وسيأتي القاضي وسيأتي الداعية وسيأتي المدرس وسيأتي اللي يعمل في العمل الإنساني وسيأتي الأب وسيأتي جميع سيردون لحوض محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم سيأتي هذا اليوم. فيكون أناس حينما يردون إلى الحوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم تذودهم الملائكة وتطردهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشربون من يد محمد صلى الله عليه وسلم.
لأنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم آثار الصفات، فيقول أمتي أمتي، فيقول يا محمد ما تدري ما بدلوا بعدك وما أحدثوا بعدك، وكما قال وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لهم اتقوا الله فإنكم ستردون إلى الحوض، فإن بدلتم وخذلتم أمتكم، والله والرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوم. فينبغي أن نعتز بديننا ونعتز أن ننتسب لهذه الأمة وننصر قضايا الأمة ونقف مع الأمة، لا نتخاذل ونقف مع الأمم الأخرى التي تتداعى علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف مواقف مشرفة يعني ترفع الإنسان في الدنيا والآخرة، أولا عند الله سبحانه وتعالى، ثم إذا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وورد إلى حوضه لديه من الأعمال التي الأعمال المباركة التي قدمها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعيدهم من الحق. أنت ما أكملت يا شيخ في قضية أنهم سبقونا في العمل هناك في الغرب. نعم باحترافية نعم، هم طبعا لما حصلت الحرب العالمية الأولى والثانية وحدث الصليب الدولي، يعني الصليب الدولي الآن كأن العالم ما فيه إلا الصليب الدولي، كما فيه إلا صليب، يعني كأن أهل الصليب هم ما في دور للمسلمين أو الأمم الأخرى. ولذلك في معركة، وكان الملك فيصل رحمة الله عليه كان في معركة حينما أسس رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب ومنظمة المؤتمر الإسلامي أن يكون هناك الهلال الدولي أيضا هلال للمسلمين، صح. كما أنكم لكم صليب، لأنك أنت الآن تجد أن العمل من بعض المنظمات فيه انحيازية، هم يتهمون المسلمين أن نحن طائفيين وكذا، مع أن نحن نتعامل بحديثنا نحن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة دخلت الجنة بأنها أسقت كلبا، وامرأة أخرى دخلت النار حبست هرة. هذه أمة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا حينما نعتدي على هذا الحيوان الهرة ونحبسه أنه طريق إلى النار، وحينما نكرم ونغيث هذا الكلب أننا ندخل الجنة. كيف نحن على البشر من باب أولى البشر؟ فيتهمون بما ليس فينا، وتشدقوا بالحقوق الحيوان وقتلوا ولذلك سوريا أصبحت فاضحة. أي والله، يعني الآن أين الحقوق؟ الآن يتكلمون على أشخاص، على شخص الآن يقولون في روسيا، لأن سمعت في الأخبار حقوق الإنسان، تكلم المنظمات على سجنه في روسيا ما أدري ولا يتكلمون على الحقوق التي للناس في مصر أو في الصومال أو في تركيا أو في بورما حينما تكون الأمور لهم ومصالحهم. هي قضية ليست قضية عادلة أو إنصاف، إنما هم يسيرون خلف مصالحهم، خلف السياسة أو خلف عقائدهم. طيب تأذن لي فاصل قصير، بعده نكمل الحوار مع الدكتور عبد الله المرزوقي. 14 عاما سمت في أكثر من 20 دولة. نعمر الأرض ونبني الإنسان. 60,000 شاركونا في خدمة أكثر من 14 مليون مستفيد. التزامنا المنهج القويم والتصريف الأمرد، كمشروعنا في هذا الشهر الكريم المصابين في الأزمة السورية. مراكز تأهيل متقدمة تعيد الأمل في إصابات مقعدة. المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية. تعرف علينا التواصل معنا عبر هذه الوسائل. أهلا بكم من جديد، حياكم الله وأحياكم على طاعتي. ضيفي الدكتور عبد الله المرزوقي مدير مؤسسة العالمية للإعمار والتنمية، ونتحدث عن قضية الصومال. ونحن كما ذكر الشيخ وعلق الجرس يقول مليون مسلم مهدد بخطر قادم في الصومال. فهذه الحلقة حلقة استباقية نتحدث فيها عن خطر قادم في الصومال. حياك الله يا شيخ. يا مرحبا. ما زلنا نتحدث عن دور بعض المؤسسات والمنظمات الغير حكومية، هل هي فعالة لها دور أم تراجعت وملأ الفراغ كما ذكرت العالم الغربي؟ الحقيقة أن المنظمات الإنسانية سواء التي في المملكة مثل رابطة العالم الإسلامي والهيئات التابعة لها، هيئة الإغاثة الإسلامية، مؤسسة مكة الخيرية، أطباء عبر القارات، الهيئة العالمية للتنمية البشرية، الرابطة ولله الحمد لديها أكثر من 19 هيئة عالمية تقوم بالعمل والخدمة للأمة الإسلامية بتخصصات مختلفة. والحمد لله الرابطة الآن لديها استراتيجية قادمة إن شاء الله ستدشن من المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي وتبدأ بتقديم خدماتها. والرابطة يعني أنا أتكلم بحكم أني أنا عن المؤسسة بما أراه من عمل، أرى أن الرابطة بفضل الله سبحانه تقدم خدمات عظيمة للأمة الإسلامية من خلال الأمانة العامة للرابطة ومن خلال الهيئات التابعة لها. وإن شاء الله الأمة سترى خيرا من هذه المنظمة العالمية الشعبية.
ومعالي الدكتور عبد الله التركي جزاه الله خيرا دائما يحث الأمناء والمدراء العموم في الرابطة وفي هيئاتها ببذل الجهد لخدمة الأمة. والحمد لله الرابطة العالم الإسلامي وهي تلقى رعاية وتشجيع من لدن خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين ومن هذه الحكومة ومن الحكومات الإسلامية الأخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود. وكذلك الندوة العالمية للشباب لها جهد يذكر فيشكر، وإن شاء الله من خلال الائتلاف إن شاء الله هناك طلبات قدمت لانضمام لائتلاف الجمعيات الإنسانية غير الحكومية، وإن شاء الله سيعقد مؤتمرا في تركيا إن شاء الله للمنظمات الدولية الإنسانية غير الحكومية الإسلامية ولدراسة هذه القضايا الساخنة التي نناقشها في مثل هذه الحلقات. طيب شيخي، نحن سنفتح الاتصالات إن أذنت لي، اتصالات مشاركات العادية لعل الأرقام تظهر، لكن بسأل يا شيخ أين الخلل في تفعيل دور الأفراد؟ يعني الأفراد يا شيخ نحن أمة المليارين أو المليار أو زدنا عند ذلك، لماذا خطفوا أو الفرد أو أغلب الأمة من شبابها وهم الذين لهم دور فاعل انشغلوا بالمسلسلات الرمضانية وباللهو والترف وتركوا قضايا الأمة؟ ولو لو قلنا بأن ربع هذه الأمة تفاعل بأقل رقم ممكن من المال لانحلت كل قضايا الأمة. لو التجار مثلا أدوا الزكوات لما احتجنا أن نقيم حملات تلفزيونية مثلا. أين الخلل يا شيخ عبد الله؟ الحقيقة أن يعني لا أنا أتوقع أن هناك دور مهم جدا على الأسرة، والأسرة هي نواة المجتمع، والمجتمعات هي تمثل الأمة الجماعات الإسلامية، فالأمة عليها دور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأب مسؤول عن أسرته، ينبغي أن الأب يربي أبنائه ويهتم بهم، وكذلك الأم تهتم بالتربية والتعويد ولا بد يكون فيه. لكن ترى بالمناسبة يعني الأمة العمل الخيري الإنساني في العالم الإسلامي شوه من أعداء الأمة كثيرا، والإشكالية أن كثيرا من أفراد المجتمع صدقوا مثل هذا التشويه، لكن فضل الله سبحانه وتعالى الأمة بدأت تعود وتمارس قضاياها. لكن في الحقيقة هناك من الشباب والشابات التي يعني انشغلوا مثل ما ذكرت من الأفلام والمسلسلات، لكن أمة محمد صار فيها خير. ونحن شاهدنا حينما في مطار الأردن وفي الأردن الشباب يتوافدون ويتقاطرون على الأردن وتركيا، يقومون بتقديم المساعدات بأنفسهم، حتى بعضهم من يقوم بفتح مؤسسات خيرية في الدول التي تسمح، لأن بعض الدول الإسلامية لا تسمح أنظمتها بفتح مؤسسة، فيقومون هؤلاء الشباب سواء من المملكة سواء من الدول الإسلامية الأخرى بفتح مؤسسات في الدول القريبة من الدول المتضررة التي تسمح أنظمتها وتشجع، فأصبحت بيئة جاذبة. ولذلك نحن نوصي أولا الحكومات الإسلامية أن تفتح أبوابها وتساعد وتعين وتقدم إعانة. يعني أنا أذكر في بعض الدول أظنها كندا، أيوة، في كندا حينما تقدم مثلا في العمل الخارجي تقدم عمل ب100 مليون ريال مثلا، عدد 100 مليون ريال تقدمه للعمل الإنساني في الخارج أو في الداخل، تقوم الحكومة بإعانتك ب50% من المال، يعني تدفع لك 50 مليون. يعني تكمل لك هذا لما تكون في ميزانيتك. في دول أخرى حينما تقدم التجار حينما يتقدمون ويدفعون أموالهم تشجيع حكومي، نعم، الضرائب هناك يسمونها الضرائب، تدفع للمنظمات الإنسانية، الحكومات تعفيهم ولا تطالبهم بالضرائب وتعتبر هذه وهذه ميزات. أما الآن بعض الحكومات الإسلامية التاجر الذي يدفع زكاته للمنظمة يمكن يتهم بالإرهاب ويعاقب في بعض الدول الإسلامية، وهذا مؤسف. أنها دول إسلامية ودول تحكم يعني تنطلق مرجعيتها في الدستور كما ينصون في الدساتير أن الإسلام هو المرجع، تجدهم يخالفون كثير. ولذلك نحن نرسل رسالة الحكام المسلمين أن اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الذي يقفون بين يديه كل يوم ويطلبونه العفو والغفران، أن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أكيد يا شيخ عبد الله في ذهنك قصص للأفراد وتعاونهم، لأننا أحد المشايخ يقول في سوريا، يقول والله تبرع لي خادمة أندونيسية قالت هذه لسوريا الشعب السوري هي خادمة، ونحن نقول لو حس بعض من التجار بشعور هذه الخادمة لانحلت المشكلة فعلا في كل الأمم. أنا بنقل لكم لقصة لعمل إنساني ليس في زمننا هذا، في زمن إمام هذه الأمة محمد بن عبد الله، حينما جاء ضياف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ذلك الصحابي رضوان الله عليه أضياف النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون هذه القصة، حينما أطفى السرج
يعني أبعدوا الأطفال وجعلوا طعام الأطفال وطعامهم لهؤلاء الضيوف. وعجب الله كما جاء في الحديث أنه حينما رجع النبي: ماذا فعلت بضيفك؟ لقد عجب الله من صنيعكم وبضيفكم البارحة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يعجب وينظر لعمل هذا الإنسان الذي قدم وجبة العشاء التي لأبنائه قدمها لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الآن بكثير من القصص التي تحدث الآن؟ ألا يعجب الله؟ ألا يرضى الله عليك أيها المسلم حينما تقدم شيء بدل أن تسافر في رحلتك السياحية وتجعل جزء منها أو تخفضها وتدفعها لإخوانك المحتاجين، أو توفر قرار من قراراتك وتقدمه وتؤثره؟ والله ثم والله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله حينما تترك شيء لله وتقدمه لإخوانك سيعوضك الله خيرا منه. فلذلك نحن نقول أولا نقدم الكلام لأئمة المسلمين ولأئمة ولاة أمور المسلمين، نقول: أنتم قدوتنا في العالم الإسلامي، قدموا. ينبغي كما رأينا مثلا على سبيل المثال بالأمس رأينا أردوغان يأكل مع العمال في اسطنبول أو في يعني كنموذج قدوة. فولاة الأمور هم قدوة، وكذلك العلماء ينبغي أن يكون فيه ارتباط مع المجتمع، مع أفراد المجتمع كما كان السلف الصالح. نحن ننظر، أنا أمس أو اليوم أقرأ، وليس الدعاية لكن هذا ما قرأته، سليمان الراجحي يأكل مع العمال في مسجده ويقدم الإفطار. هكذا يكون التاجر، الإمام والعالم والتاجر يكونون قدوات في العمل الإنساني، وكذلك الأب حينما يقدم عمل ويراه ابنه أنه يقدم عمل إنساني. وهكذا ينتشر التطوع، سواء التطوع المالي أو الفكري بفكرة. الصحابي الجليل الذي تطوع وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فكرة حفر الخندق، انتصرت الأمة بفكرة. أحسنت. طيب تأذن لي في الأخوة يقول لازم مشاركات في ضغط التليفون. أحمد من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. أنا يا أخانا لست من السعودية، أنا في حدود المملكة العربية السعودية. تفضل. من محافظة صعد. أي من اليمن. تفضل. نعم من اليمن، من القبائل التي تحاد قطاع فيفا وبني مالك. طيب تفضل يا شيخ. نحن نعاني من المد هذا الشيعي ما يسمى بفكر الحوثي. أيوة. منذ أن بدأ، وبسبب أني أرسلت إلى مكتب الدعوة والإرشاد في قطاع فيفا إلى المسؤولين من نريد نشر الدعوة سواء عبر بما استطاعوا من الوسائل يعني، ولكن لم أجد من ذلك الرسالة التي أرسلتها لم يجيبوا علي. طيب. حتى الآن فنريد منكم التعاون معنا في نشر الدعوة بقدر الإمكان. طيب أبشر يا أحمد. خلونا نقف فاصل يا شباب، أقف الاتصالات فاصل أخير، بعده سيعلق الشيخ على هذا الاتصال وعلى الفاصل. مؤسسة العالمية للإعمار والتنمية. للتو وصلنا إلى مقديشو، بالقرب من المطار يكون هذا المخيم، مخيم سيدك، يحتوي على 3000 أسرة. هذه أحوالهم، هذه بيوتهم، هذه أحوالهم. كيف تتوقعون يعيشون هنا؟ نازحون، لا حمامات ولا طعام ولا شراب، زحام متلاصقين، لا يعرفون الأمل متى سوف يأتي، المستقبل مجهول، لا تعليم. كثيرا من هذه الخيام إذا سميتها أنا خيام تفتقد ابن وربما أما أو أخا، فنسأل الله جل وعلا أن يرحمهم وأن يجبر كسرهم وأن يبدلهم من خيري الدنيا والآخرة، ونسأل الله جل وعلا أن يحنن قلوب الناس إليهم. هذا بيت، انظروا هذا البيت. أحمد خذ لنا لا شيء وسط الحر الشديد جدا. الآن هذه أسرة إبراهيم نور، العم إبراهيم نور، الآن نحن في ضيافته، وهذا ابنه، ما اسمه؟ آدم إبراهيم. كم أسرته؟ عدد الأسرة؟ أولاد يسكنون في 2 في 2 أو 2.5 في 2.5.
متى أتيتم إلى هنا؟ منذ شهرين وهو يسكن هنا. كيف الطعام، الشراب، الماء، بعض الطحين والرز والدقيق؟ هذا أتت من أين شيخ؟ هي أتت بعد الإغاثات، والإغاثات بعد شهرين تصل كثير، فالحمد لله أنهم لم يموتوا. هذا كيف كانت المعاناة حتى وصل إلى هنا؟ مرة يركب ومرة يمشي حتى وصل إلى هنا، وغيره لم يصل إلى هنا، ماتوا في الطريق. ماذا تحتاجون؟ يحتاج إلى طعام يبح المرض، فنسأل الله جل وعلا أن يغيثهم عاجلا. أمها وبناتها ولا ترون، ربما لا ترون الذباب، نحن نراه، ربما لا تشعرون تأخرتم علينا، كأنه يقول لنا ذقت الموت عشرات حتى أتيتم إلينا. فنسأل الله جل وعلا أن يكتب على هذه الكلمات الغيث من السماء ومن الأرض. أهلا بكم، حياكم الله وحياكم على طاعته في برنامجكم الأسبوعي أمتي. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن دغيريب المرزوقي، المدير العام للمؤسسة العالمية للإعمار والتنمية. حياك الله يا شيخ من جديد. وأحمد من اليمن كان يسأل يقول استنجدنا بالمؤسسات الدعوية في مقاومة المد الشيعي وما يسمى بالفكر الحوثي الذي تضخ إيران كل الأدوات والإمكانيات في بنائه في اليمن، ويقول ولا حد استجاب لنا. الحقيقة أن بالنسبة للعمل هو إخوة طبعا استنجاده واتصاله ببعض الجمع المكاتب والدعوة في داخل المملكة هي طبعا أنظمة تختلف، لأن الأنظمة تعمل في مكاتب الدعوة هذه مخصص العمل في المنطقة، لكن هو نحن نوجه بالاتصال بالمؤسسات الإنسانية العامة في المجال الدعوي في صنعاء في المناطق المجاورة له. ممكن أنه يتصل بالشيخ علي الضبياني مدير مؤسسة الشوكاني، لديهم برنامج خاص الدعوة هناك. ممكن يتصل بدار الحديث في مأرب، ممكن يتصل، والمؤسسة بفضل الله سبحانه وتعالى الآن تبني لديها مشروع لجامع جعفر الطيار رضي الله عنه ب20 مليون ريال ما شاء الله في اليمن. في اليمن وضع حجر أساسه معالي الدكتور عبد الله التركي الأمين العام للرابطة العالمي الإسلامي ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف باليمن، وإن شاء الله يقوم بهذا، ينتهي قريبا ويقوم بواجب نشر الحق ونشر الدعوة في اليمن إن شاء الله. هو مجمع نعم مجمع تعليم جامع وملحقاته ومرفقاته، وأيضا نحن سميناه جامع جعفر حتى نبين للشيعة أن نحن نحب آل البيت ونكرمهم ونجلهم ونحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع الحق. طيب يا شيخي، الكثيرون من التجار أو أصحاب الأموال في الصومال، وأنا التقيت في كثير منهم يتوجسون من الوضع الأمني الصومالي في قضية ضخ أموالهم هنالك. هل الوضع الأمني حاجز فعلا في العمل في الصومال؟ في هذه الأيام وهذه الفترة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور طيبة وهادئة يعني حسب التقارير عندنا. يعني الآن الوضع الجهات الإنسانية تعمل ما في إشكال، لكن تعرف أن الشعب الصومالي شعب مسلم لا يحب أن يرى المنظمات الغير إسلامية تعمل، ولا يحب أن يرى منظمات ترفع الصليب في الصومال، خاصة الشعب الصومالي. فلذلك المنظمات الإسلامية التي تعمل في المنطقة لا يوجد لديها أي مشكلة، سواء من منظمة التعاون الإسلامي أو من إحدى هيئات الرابطة أو من حملة خادم الحرمين الشريفين الوطنية التي تقوم بالعمل في الصومال، وهم يذهبون أو الهلال الأحمر السعودي. كل هذه الجهات تعمل الآن والحمد لله المنطقة فيها أمن، وقبل أن ويتم التنسيق مع الحكومة المحلية الموجودة الآن في الصومال. الأمر يشجع، لكن يحتاج إلى بذل المزيد والعمل لتخفيف المعاناة على إخوتنا في الصومال. لكن التوجس غير مبرر يا شيخ، لأن في بعض الإجابات في تويتر يقول التاجر لن يذهب ويعرض نفسه على الخطر، هو يسلم المؤسسة والمؤسسة تعمل. يعني نعم في إشكالية عندنا. بعض التجار يقول أنا أذهب بنفسي، أو أنا يعني تستغرب الآن يعني كثير من التجار العالم الغربي تجده يوقف وقف بالمليارات ويسلم مؤسسات تقوم بالدعوة للكنيسة أو الدعوة لأعمالهم الإنسانية، وتجد تجار المسلمين العكس، كل تاجر من تجار المسلمين فتح له مؤسسة خيرية، مؤسسة فلان ومؤسسة فلان. وبالتالي نحن المؤسسات الإنسانية التي لديها خبرة تراكمية تصل إلى 50 سنة مثل رابطة العالم الإسلامي وغيرها والمنظمات الأخرى، لا تجد إعانة ودعم من هذه المنظمة، ثم تجد أن هذا التاجر يضع له بعض الموظفين الذين كانوا في إحدى الجهات الكبيرة التي تعمل، وقد يكون فصل
أو يكون عليه مخالفات لدى الجهة، وتجد أنه يتحكم في القرار حينما يساعد هذه الجهة أو تلك الجهة. وهذه جهات تعمل في العالم الإسلامي، لديها خبرة تراكمية، لديها خبراء، لديها عاملين، تعمل وفق أنظمة، تعمل وفق لوائح، تعمل وفق خطط استراتيجية. وتجد في هناك يعني قصور جدا، أو تجد أن هناك يعني عدم وعي بأن تقوية. ينبغي أن نحافظ على مؤسساتنا الإنسانية الخيرية في العالم الإسلامي وندعمها، وأيضا نطور شبابنا وأفرادنا الذين يريدون العمل في الجانب الإنساني بالتدريب والتعليم واستفادة الخبرات، ونعمل من حيث انتهى الآخر ونستفيد من تجاربنا في العمل الإنساني. طيب تأذن باتصالات يا شيخ. فهد من السعودية، تفضل أستاذ فهد. هلا أخوي عبد الرحمن. مرحبا يا فهد. مساك الله بالخير. طيب إن شاء الله. الله يحفظك، تفضل من أخوك. معك زميلك المخرج فهد الشمري. ونعم والله بالإعلامي فهد الشمري، تفضل. يا هلا حبيب قلبي، كيف الحال؟ طيب أسعدني اتصالك أستاذ فهد. اسمع يا فهد اسمع، أنا كنت بسأل الشيخ أقول الإعلام دوره عاطفي مثل الأفراد، وأنت رجل إعلامي، عطنا رأيك. كيف؟ ما أسمعك والله أخوي عبد الرحمن. أقول كنت بسأل الشيخ قبل مداخلتك أستاذ فهد، كنت بقول الإعلام عاطفي كالأفراد، ما أن تأتي قضية إلا يتفاعل ويضخ هذه المواد، وبعد فترة من الزمن يخفت هذا النشاط الإعلامي وتذهب القضية. والدور الإعلام دور مهم جدا، إيش رأيك؟ بالعكس أكيد أن الإعلام دوره مهم. بالعكس أنا ما أشوف أن القضية يعني تذهب زي أول. الآن الحمد لله يعني فيه مثلا يعني مقاطع اليوتيوب محفوظة، جميع القضايا اللي تتعلق في السنة إن شاء الله أخواننا المسلمين يعني يمكن الرجوع لها بأي وقت يعني. وأنا بصراحة أحييكم كقناة يعني أنكم قائمين على الموضوع هذا. عرفت؟ الله يجزاك خير يا فهد. ألو أي نعم. بس أيوة. أخوي عبد الرحمن أنا بس أبغى أطلب منك طلب صغير بس. تفضل. أخوي عبد الرحمن أبغاك تتبنى قضية حملة ضد إيران ومحاولة إخراجها من منظمة العالم الإسلامي. أنا طلبتك أكثر من مرة عبد الرحمن، مرة على الهواء مباشرة. يعني طلبك صعب يا فهد. انك تتبنون هالقضيه في قناه وصال، يعني اخراج ايران من منظمه العالم الاسلامي او الدعوه الى اخراج ايران من منظمه العالم الاسلامي، لانها لا تستحق هذا اللقب صراحه. صدقت والله احنا نحيل بدورك طلبك الى اداره القنوات او القنوات الاسلاميه، لان فعلا ايران تقتلنا من جهه وتجلس بجانبنا من جهه اخرى في مؤتمرات. شكرا جزيلا يا فهد الشمري المخرج السعودي. أنا مبسوط من فهد، يعني هذا إعلامي سعودي يتفاعل مع مثل هذه القضايا. الحقيقة نحن أيضا نفخر بمثل فهد ومثلك ومثل الذين يهتمون بقضايا الأمة، ونريد أن يكون جميع الإعلاميين الذين يعملون في القنوات وأصحاب القنوات أنهم يعملون تخفيض وخصم للإعلانات الموجودة. أنا بعض الإعلانات كنا نريد أن نعطيها بعض القنوات، ما أريد أن أسمي، طلبوا منا $500,000 حتى يقدمون إعلاناتنا في رمضان تعريف بالمؤسسة. هل $500,000 هذه أحوج بها إخواني في الصومال؟ كيف أنا أقدمها $500,000 وقد حتى لو جاء تاجر بيدفع المبلغ عنا نحن لن نرضى، سنأخذ هذا المبلغ وننفقه على الإعانة. نحن نوجه رسالة لأصحاب القنوات، نوجه رسالة للإعلاميين يتعاونون ويتعاطفون مع، وهذا يعتبر تطوع، يعتبر صدقة يعني في تقديم، ويعتبر دلالة على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دال على الخير كفاعل. حينما تنشر إعلان لمؤسسة مجاني وتعرف بهذه الجهة وتعرف بقضية، أنت ما يحصل من نتاج من هذا الإعلان أو التعريف سيكون في صحيفتك يوم القيامة. الدال على الخير كفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وصال ما قصرت الشيخ. وصال نعم، نحن نشكر من هذا البرنامج، نشكر قناة وصال وقنوات الأخرى الإسلامية التي تعاونت مع المؤسسة وتعاونت مع جميع المؤسسات الإسلامية. طيب في سؤال من تويتر يسألك يقول مؤسسة الإعمار لا تقبل التحويل لحسابها، لابد من التسليم وما في فرع إلا في الرياض. الحقيقة أن المؤسسة بفضل الله سبحانه وتعالى، نحن تعرف نحن في السنوات الماضية، في دقيقة يا شيخ، في دقيقة السنوات هناك بروتوكول بفضل الله سبحانه وتعالى ينظم العلاقة الرابطة وهيئاته ومنها المؤسسة كدولة مقر للمملكة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي المؤسسة تتقيد بهذا البروتوكول وهي تسعى في تطبيق هذا البروتوكول، ولذلك الإجراءات التي نحن نأخذها الآن وفقا للبروتوكول. ونحن نطمع من إن شاء الله حكومة المملكة العربية السعودية والجهات المختصة فيها أنها يعني هي الحمد لله في البروتوكول أشياء كثيرة للعمل الإنساني. نحن نحل كثير من القضايا الناس الذين يريدون التعاون مع المؤسسة، ونوجه رسالة من هنا إلى المؤسسة الناقد، إلى الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية أن تسهل على من أراد أن يقدم الإعانة للرابطة أو هيئاتها والمؤسسة بالطريقة التي يرونها مناسبة. والحمد لله نحن نسير وفق البروتوكول، والبروتوكول فيه خير وبركة، ونطلب المزيد من ولاة أمرنا فهم أهل كرم، ونحن إن شاء الله في العمل الإنساني نستحق
كرم ولاة أمرنا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن دغيري المرزوقي المدير العام للمؤسسة العالمية للإعمار والتنمية على هذه الحلقة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على كرم المشاهدة وأدب المشاركة. في الحلقة القادمة سنعلق الجرس على قضية منسية من قضايا الأمة. أتمنى أن تتفاعلوا معي وترسلوا أنتم ماذا تريدون أن نطرح على حسابي في تويتر أو حتى على حساب قناة وصال لنتكامل جميعا في تبني قضايا هذه الأمة، وهو هدف من أهداف هذا البرنامج. أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته.